كلنا طبعا شفنا السباب الجماعي بالألفاظ اللي محدش يقبلها طبعا من جمهور الزمالك. طبعا العقوبات اللي هي موجودة في لجنة العقوبات ما ترتقيش للمستوى المتدني من الأخلاق وسوء التربية اللي موجود دوت. المطلوب طبعا ان الناس اللي عملت الكلام ده واللي ثبت السباب الجماعي ده الناس دي تتحاسب. ما علمته ان زيزو طلب من الاستاذ اشرف عبد العزيز ان هو يقدم شكوى في الكبهات بتاعه الزمالك في المباراه ديت، واداله اساميهم وعناوينهم للنائب العام، لان دي طبعا سباب وشتيمه على المشاع. محدش يرضى ابدا الالفاظ اللي اتقالت ديت والكلام ده. مطلوب تدخل فوري. وطبعا العقوبات زي ما قلنا بتاعه لجنه العقوبات ما ترتقيش للمستوى السباب الجماعي دوت. محدش يقبل الكلام دوت يتقال عليه او يتشتم الشتيمه ديت، سواء من الجماهير او سواء من اللاعبين. يعني ما حاجه سيئه جدا، الفاظ محدش يقبلها. مطلوب تدخل قوي لحل المشكله ديت عشان الموضوع ما يتكررش، ما يبقاش ده بيشتم والتاني بيرد عليه والكلام دوت، ونخش في دوامه ملهاش علاقه بالرياضه اصلا. تبقى الدوامه كلها لها علاقه بايه؟ قله الادب وقله الادب المتبادله، شتيمه وشتيمه متبادله. فمطلوب تدخل قوي عشان ردع الناس المسيئين ايا كان من اي جمهور، بغض النظر عن الجمهور دوت. اي حد بيسيء وبيشتم بألفاظ زي كده يتحاسب، حتى لو من جمهور الاهلي. انا ما بقولكش ان لا، حتى لو من جمهور الاهلي وبيشتم الشتيمه دي او بيسب السباب دوت يتحاسب. الموضوع ما ينفعش يتساب كده على مشاع، لان دي الفاظ سيئه جدا وبتتقال على المشاع، وفي ناس قاعده بتتفرج وشايفه الكلام ده، فما يرضيش ربنا. طبعا شكلنا سيء جدا، اسلوب متدني، ما يرضيش ربنا الكلام اللي بيحصل دوت. مطلوب تدخل قوي لحل المشكله دي.